عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب مرتاحين. خبلتوني باغنية جاي فاير. اني جاي فاير يعني مو اني الوحيد اللي نزلت له هاي الاغنية. اوكي، العالم كلها وعلى اليوتيوب منزلت له هاي الاغنية من يطلع يجوعر بيها. الموضوع ما بي، انا ما عندي شي ويا احمد، و احنا كنا نغني من 2007 2008 2009 حتى 2010، وصح ما كنا بجروب واحد، بس ما عندي شي وياه، وابد ما بيناتنا كان اي خلاف. الموضوع ما بي انه انتم تصدقون اي واحد يقول لكم اي شيء، اي شيء يقول لكم اياه تصدقوه، لانه ما تعرفون، ما بيها شيء واحد يكون ما يعرف. المهم، الاغنيه متكونه من 3 اشخاص اللي هي ايام اياها، الولد الشاعر واحمد جاكي اللي هو جاي فاير، والولد الثالث اللي وياهم والله ما اعرف اسمه. المهم، متكونه من 3 اشخاص يغنون الاغنيه. احمد جاكي مغني بارتين بس، اوكي، اللي هو ورا الشاعر يغني بالبارت، وراها المقطع الثاني اللي هو البارت الاخير هو يغني بيه. زين، والاغنيه معلومه صغيره، الاغنيه لما تنحفظ تتهندس وتخلص وتنحفظ ويا اللحن، بعد ما تقدر تفصل الصوت عن اللحن، لانه خلص هاي. هواية ناس طلعوا برامج، وهواية ناس طلعوا شغلات يحاولون يفصلون صوت المطرب عن اللحن، ماكو. لانه لو هذا البرنامج موجود كان العالم كلها انكسرت، كان الفنانين العرب والاجانب والالحان كلها بالعالم تقدر تاخذها من هذا البرنامج، بس شيل صوت المطرب وتاخذ الموسيقى مالته، فماكو هيك برنامج. احمد جاكي جاي فاير يمكن سكران دي يغني، يمكن هو عاجبه، يمكن بس هو هذا صوته. انا اعرف احمد اكثر من 5 سنوات، هو هذا صوته، انا مو ضده، انا بس حبيت اعرف للناس لانه اكله وراسي. انت غلطان وانت تشهر بالولد وانت انا ما غلطان، والولد هو هذا صوته، والمقطع اللي ينحفظ ويا اللحن، بعد ابد ما تقدر تفصل صوت المطرب عن اللحن. اوكي، انا حبيت اوضح، وانا دا اقول لكم اياها، ما عندي شيء ويا احمد، بس حبيت اوضح للناس اللي اكلوا راسي، والناس اللي 24 ساعه انت واحمد، انت وجاي فاير، وانت غلطان، وانت ما ادري شنو. مثل سالفه حسام الرسام. سالفه حسام الرسام انا وقفت عنها لانه الخاطر جماعه وناس، انا طبوا علي ناس، تعرفون انتم العراقيين ما يحبون الفضايح، طبوا علي ناس دزوا لي صور ودزوا لي مقاطع صوت ودزوا لي، بس انا وقفت الخاطر ناس جوا علي. طبعا هو عازف ويعرف نفسه، انا دا اعرف من دا احكي ولا عازف، او على راسي، وانا وقفت على مود هذا الشيء وخلاص. يعني كل واحد بعد واخلاقه وتربيته. المهم، شغله جاي فاير، شغله احمد جاكي، شغله ايامي وياها، الشغله صحيحه، والصوت صوته، لانه قلت لكم اياها، مستحيل تفصل الصوت المطرب عن الموسيقى، من ينحفظن سوا بعد ما ينفصلن. واذا احمد جاكي، اذا جاي فاير منزل الاغنيه ويقول لك هذا مو مالتي، شلون لعد ها، واللي حور الاغنيه، اللي حور الاغنيه وضاف عليها افكت وقال هذا الصوت زين، ليش ما حول صوت الشاعر؟ ليش ما صار صوت الشاعر جوعير؟ ليش ما صار صوت المطرب اللي وياه جوعير؟ ليش الاغنيه كلها من اول بارت لاخر بارت احمد جاكي مغنيها؟ اذا صوت. حبيت اقول لكم هذا الشيء، وطبعا بس اقول لاحمد انه انا